الأمثال الشعبية يا جماعة هي اللي بتعبر عن ثقافة كل مجتمع، عشان كده لو أنت هتذاكر الأمثال الشعبية أعرف إنك أنت هتوصل اللي قدامك اللي هم أصحاب اللغة إنك فاهم في الثقافة بتاعتهم كويس قوي، عشان كده دي حاجة مهمة جدا إنك أنت تتابعها. هلو، أنا سيف الله وأنت بتسمع سلسلة كل 6 شهور لغة. النهاردة الحلقة السابعة من كورس المثل بيقول إيه، أو كورس الأمثال الشعبية الإنجليزية، سواء بقى إيه امريكان او بريتش. انا باخد الاثنين بس طبعا الاغلبيه هتبقى امريكان انجلش. اوكي، النهارده معانا 7 امثال كالعاده، امثال من الامثال المهمه جدا اللي انت اوريدي تقدر تستخدمهم في اي حديث مع اي حد هتتكلم معاه. اول مثل معانا النهارده، المثل ده اللي هو لما حد يعمل اكتر من غلط معاك، يعني الغلط يعمله اكتر من مره ويفضل يغلط يغلط يغلط، او واحد انت عمال تديله في مهام وكل شويه ما يعملش منها ولا مهمه، فانت عاوز تقول له بقى خلاص بقى، انما للصبر حدود. خلاص عايز تقول له لقد نفذ صبري. That's the last straw. That's the last straw. لقد نفذ صبري. اخرك معايا النهارده. اللي بعدها هو مثل الصراحه مش محتاج ان احنا نفسر فيه اي حاجه، طبعا جزء منه خدناه اصلا كجمله قبل كده في كورس الجمل. Time flies when you're having fun. اللي هو ايه، عارف انت الوقت بيمضي بيطير، هنا الترجمة يعني اللي هو تمام للجملة دي او للمثل ده، الوقت بيطير لما تكون بتستمتع بأوقاتك. Time flies when you're having fun. اوكي، المثل اللي بعد كده، عارف اللي هو واحد يقول كلام فانت متفق معاه جدا جدا في الكلام ده، يعني هو قال اللي انت عاوز تقوله، انت جبت اللي جوه عصارة افكاري، فعاوز تقول لي يعني انا متفق معاك، بس بدل ما تقولها له بقى بطريقه تقليديه، لا عاوز تديله مثل كده عشان تفهمه ان انت صايع وبتاع ثقافه انجليزيه. فتقول له ايه بقى، تقول له you can say that again. you can say that again. اوكي. المثل بقى اللي جاي ده مثل جميل قوي. عارف هو مثل تحسه تلقيح، عارف انت شغل التلقيح اللي هو عاوز تتريق على اللي قدامك. اوكي، فهو بيقول كلام خلاص او بيسأل عن حاجة، فانت عاوز تقول له انا ما عنديش اي فكرة، بس مش هتقولها له بطريقة لذيذة شوية. يعني انا بحس دايما ان المثل ده ما ينفعش اقوله غير لاصحابي لاصدقائي ناس قريب منهم، ما ينفعش اتكلم مع واحد بشكل رسمي يكون مثلا حد مثلا ذو مقام او ذو شأن معين واجي اقول له المثل ده، لا الموضوع هيبقى صعب شوية. اوكي، your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. Your guess is as good as mine. طبعا في كورس تحليلي شكرا اتكلمنا على as نقط as دي وعرفنا هي بتتكلم عن ايه بالظبط. اوكي، هو الموضوع هنا المثل ده معناه ايه؟ ليس لدي اي فكرة. I have no idea. اوكي، I have no clue. المثل اللي بعد كده a penny. a penny اللي هو بنس، عارف انت القرش بتاع المصري، القرش 1 قرش. a penny for your thoughts. a penny for your thoughts اللي هو عايز تقول لواحد انت شايفه صامت وقامت وعمال تكلمه في موضوع مهم وهو مش مدي اي رياكشنات خالص، ايه يا عم انت تمثل، فانت عاوز تقول له اخبرني بما لديك، انت بتفكر في ايه، فتقول له المثل ده. اوكي، a picture is worth 1000 words. A picture is worth 1000 words. المثل ده اللي هو بدل ما تقعد بقى يعني تكلمني وتشرح لي، وريني على طول. عارف هو المثل ده معناه كده، وريني بدل ما تقعد تشرح لي، وريني انا هفهم على طول. اخر مثل معانا النهارده بقى اللي هو حد مش كويس في الشغلانه بتاعته قوي، فانت بتقول له حاجه مش عاوز تحطمه وفي نفس الوقت عاوزه يفهم ان انت لسه ما وصلتش للدرجه التمام. انا بقول لك المثل ده عشان عايزك تشد حيلك شويه. خد بالك انت مش بتقول له عشان تحطمه، انت بتقول له عشان تشجعه وفي نفس الوقت يفهم ان هو لسه ما وصلش للمطلوب exactly. اوكي، فانت بتقول له بقى ايه،
Don't give up your day job. Don't give up your day job. Don't give up your day job. الأمثال الشعبية يا جماعة عشان تحفظها كويس جدا لازم تقرأها كتير كتير كتير، وتحاول انك انت تمثلها عشان تفهم امتى هتتقال. تحفظهاش كده جملة ومعناها، ده مش هياكل مع الأمثال الشعبية. بالإضافة راجع كتير قوي 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 الأمثال عشان دي بتتنسي، أنا بنساها على طول. أوكي، أشوفك إن شاء الله بكرة في حلقة جديدة من كورس جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.